السلام عليكم يا احلى متابعين، عيدكم مبارك سعيد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم آه نغيروا على الوصفات التقليديه اللي موالفين كنديروا. هنا عندي هنايا فخده الخروف، غادي نتبلها معكم بطريقه مبسطه وسهله، ولكن النتيجه راها رائعه. اول حاجه عندي كميه من الثوم، كنحط عليها ملعقه مملوءه من الزبده، ويستحسن في طاجين فخار باش كتعطينا داك الثوم المدخن. هنا بعد ما كتاخد داك اللون الذهبي كنخليها على جنب باش تبرد. وعندي هنايا لا سيبوليت، غادي نقطعها وغادي نضربها في الكبه. صدقوني هذه الوصفه كتجي رائعه. كيف ما قلت لكم كنغيروا من الوصفات المعتاده، والمطبخ دائما راه كيبغي التغيير والتجديد. هنايا بعد ما الثومه بردت ديالي غادي نحطها في طبق باش نحط عليها المكونات اللي هي طبعا سهله. دائما كنقول لكم راه السر في البساطه. السر هو البساطه ديال كل المكونات، وهاد المكونات الحمد لله كلهم عندنا في البيوت ديالنا. لاستويلات اللي ضربت في الخلاط نحط عليها الملح الكافي طبعا مع الثوم المدخن والقزبر اليابس والفلفل الحار، الفلفل الاسود او البزار. وكنحط الشطه راه كتواتى مع هاد المكونات. والشطه راه بيتي غادي نحط لكم اللينك ديالها، راه كتجي رائعه في البيت، كتبقى عندي مده طويله. وكيف ما شفتوا راه ما حطيت لا زيت لا الخروف، ما شاء الله راه هو فيه الدهن ديالو الكافي، ونقللوا من الدهون ومن الزيوت، كله هادشي طبيعي كيف ما كتشوفوا. وغادي نتبل الفخده ديالي من كل الجوانب، ويستحسن نخليوها من ساعه لساعتين حتى كتشرب هذيك التتبيله. وندخلوها طبعا مباشره الى الفرن، ومن غير ماء، من غير ولا نقطه ماء. هي راه كتنزل هذيك المريقه ديالها وتنزل. وهنايا كنضيفوا طبعا الطبق، هذا هو الطبق نفس الطبق اللي تبلت فيه، هو اللي غادي نعاود ندخلو للفران بلا ما نبقاو نوسخو في قوه المعن والاواني. وكنغطي بورق الزبده وورق الالومنيوم. وبنفس التتبيله نتبل بها البصل. البصله، هاد البصله الصغيره كتجي معلكه، كتجي خطيره. كنتمنى ان شاء الله ما تنسونيش من اللايك ديالكم الجميل، وتعليق محفز، واللايك، وتشيروا الفيديو لتعم الفائده. هنا بعد ما دخلتها للفران خدت معي تقريبا دخلتها ساعه زمن. وهنايا بعد هي باش نوريكم الماء او الدهن او المريقه اللي نزلت من غير ولا نقطه ماء. هنا راه قربت الطيب، وغادي ننزل عليها هذيك البصيله باش تكمل الطياب ديالها. كتجي الوصفه رائعه كيف ما قلت لكم، تغيير والتغيير للاحسن. يعني طبق للضيف ديالك والافراد العائله. وندخلها ونعاود نغطيها وندخلها تكمل الطياب ديالها. والريحه طالعه ما شاء الله. يعني ساهله ما فيهاش ولا، يعني مكوناتها كلها الحمد لله متاحه عندنا في البويس ديالنا. وهنايا بعد ما طابت هذه هو الكتف ديالي جا رائع، والمريقه خضراء، البصيله دايبه زبده، واللحمه هي طيبه زبده ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله. كنتمنى ما تنسونيش اللايك ديالكم الجميل وتعليق محفز لتعم، وتشيروا طبعا الفيديو لتعم الفائده. وكنتمنى ان شاء الله تدخلوا للقناه وتشوفوا راه عملت عده وصفات لكتف الخروف وفخده الخروف بعده وصفات مختلفه، وكل وصفه احلى من الثانيه بكثير. وهذا هو فيديو اليوم. كنتمنى لكم ان شاء الله عيد مبارك سعيد، ودائما ما تنسونيش من الدعم ديالكم باللايك والاشتراك. والسلام عليكم.